طب وايه يعني اللي خلاك تختار مصر؟ والله مصر. انا هربان من الحرب. انا هربان من الحرب يا زلمه. هربان من الحرب يا زلمه؟ ايه انت كده بتوجب معانا؟ هربان من الحرب يا زلمه ايه؟ يعني زلمه دي اللي هتثبت لي انك خليجي يعني؟ اخواتي حبايبي ازيكم؟ مش ناويين تستجدعوا معايا بقى وتعملوا لايك؟ ها لازم اطلب يعني الاستجداع؟ استجدع يا عم وانزل اعمل لايك. لو وحشتكم اكتبوا له تحت في الكومنتات، اللي وحشته بس هو اللي هيكتب لي تحت في الكومنتات. زي ما بقول لك كل مره، اتحداك لو كتبت كومنت وما ردتش عليه. قبل اي حاجه ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ومعانا كام فيديو النهارده كده عايزين نتكلم فيه. سوزي الاردنيه على مني، انا كام حاجه كده يعني. ده بنتكلم كتير ليه؟ ما نخش في الفيديوهات على طول. قبل ما نخش في الفيديوهات، عندي قناة للقصص. لو انت بقى حد بيحب القصص والجرايم والحاجات اللي فيها اكشن وما بتنيمش الناس بالليل دي، هسيب لك اللينك تحت في اول تعليق مثبت. خش على القناة واشترك وهتلاقي حاجات كتير قوي هتعجبك هناك برضه. ما قلنا نخش في الفيديوهات. مونلي يا مونلي مؤمن. ايه ده؟ اديت لسوزي الاردنيه؟ سوزي انت متاكد يا مني؟ مني انت شفت سوزي زمان ولا ما حضرتهاش؟ قفلت عيني. انا محروقه قوي. اتفضل. انا متاكد ان سوزي الاردنيه نفسها مش مصدقه اللي هي نفسها بتعمله اصلا. طبعا ايفون 17 برو ماكس لازم تبقي مكسوفه وتعملي فيها ست البنات، ده اكيد. انا عايزه ابيض. مؤمن انا عايزه اروح. طب انا خلاص. تحفه. هو بس معلش يعني امني. انت لبسك عامل ليه كده؟ والله ما يعني لبسك جميل بس في حاجه غلط. حاسس ان في حاجه غلط. بعدين انتوا مسودينها على بعض ليه؟ مش ده ديت المفروض يعني ليه مسودينها هنا ومحمرينها هناك؟ لا بس ثواني بس بقى، يعني انا عشان بس عايز افهم حاجه. هو عم ايمن ابو سوزي ايه وضعه من الفيديوهات دي؟ يعني لا خطوبه ولا كاتب كتاب ولا اي حاجه، ده ديت ومتصور. انت عم ايمن وضعك كيف الوضع ده؟ انا عارف عم ايمن هتلاقيه بيعمل ايه بقى اول ما شاف الفيديو، او مش بعيد يكون هو واقف بعيد بيتفرج على التصوير كعاده عم ايمن يعني. حبيبتي يا سوزي يا بنتي، مش مهم، حب يا بنت حبي واعملي ديت زي ما انت عايزه، اعملي ديت. المهم تصلعي لي الفيسبوك. تصلعي لي الفيسبوك، انا عارف. كبرت سوزي كبرت، بس كانت بتسب لي دين السنه اللي فاتت. بس مش مهم، المهم تصلعي لي الفيسبوك، اعملي ديت زي ما انت عايزه. تنسيش الكفته والتكايه بالله والسلطات. بيبتي بيبتي. يا جماعة بتمطر تلج. كل ده تلج، انتوا متخيلين؟ بصوا البلكونة عندي فيها ايه. شايفين يا جماعه التلج وهو في مدينتي بينور ازاي؟ تلج يعني تلج ابيض. يعني ده في ايجيبت على فكره، ها؟ مدينتي دي تبع ايجيبت، فطبعا ده بتوع ايجيبت ما شاء الله عندهم التلج ابيض. احنا لو مطرت عندنا تعالوا شوفوا هتلاقوها بتنزل كوفي ميكس يا جماعه من كتر التراب اللي في الجو. واو، انا اول مرة اشوف الدنيا بتمطر تلج. تحفة. لو سمحت ممكن تقولي لي اطلع تاشيره الايجيبت ازاي لو سمحت؟ بيحط البول من هنا يتحول لبنزين من هنا في الجهاز اللي قاعد يخترعه. لا يا باشا، ما احنا ما وصلناش للمرحله دي. تحط البول من هنا يتحول لبنزين في الجهاز ليه؟ ان شاء الله بول ايه ده؟ لمدة سنتين عشان يحل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود في مصر، وبسبب ذكائه الفظيع خد براءة اختراع لجهازه. قعدت سنتين تعمل بيبي في الازازه. ده الراجل ده ضحى جامد قوي. سنتين بيعمل بيبي في الازازه علشان خاطر يختبره كبنزين. بعد ما قعد يجربه قدام الناس، وفعلا البنزين اللي طلع من البول ولع بطريقة مذهلة. ده اكيد خد براءة اختراع في التبول لا ارادي.
مش في البنزين خالص يعني، اكيد يعني ده ما يمشيش حتى سكوتر. وأصبح دلوقتي كل اللي عليك عزيزي المشاهد إنك تدخل الحمام يا دوبك عشان تمون العربية بتاعتك بنزين 80 وكمان 90. فتعالوا معايا أعرفكم قصة المهندس الشاب محمد جمال. الكلام ده لينا احنا بجد والله ولا ايه؟ لا الراجل ده يا جماعه يعني صراحه المفروض يتكرم صراحه والله العظيم، لان ده اللي هينقذ البشريه احنا داخلين على ايام سودة، مفيش نووي وبتاع، مفيش بنزين، البنزين خلاص هيخلص وهينتهي من العالم، ده بقى اللي هينقذ البشريه. وإزاي قدر فعلا يحول البول ومية الصرف الصحي لبنزين عشان يحل أزمة ارتفاع أسعار الوقود؟ وكان إيه ردود أفعال الناس على جهازه العبقري واختراعه الفظيع؟ عزيزي المشاهد، هل كنت تتخيل في يوم من الأيام إن البول ممكن يتحول لبنزين يقدر يمشي العربيات؟ أهو ده اللي قدر المهندس الشاب محمد جمال إنه يحققه بعد ما وصل لاختراع جهاز عبقري. وانا مش متخيل صراحه ان المهندس محمد جمال هو صاحب الفكره. وبعدين دي مكنه البول، هي دي المكنه اللي بتسحب. طب انت هي بتسحب البول ولا انت بتديها البول عشان تفرق يا باشمهندس طب انا عايز اعرف بيبيها كنفع، ايش عرفك ان بيبي الشعب كله بقى ينفع يتحول لبنزين؟ الا اذا بقى لو حضرتك ضحيت التضحيه الكبرى وقفت انت تمول لنا العربيات انا مش متخيل غير الباشمهندس واقف في البنزين طبعا الموضوع هيتعمل بشكل احترام وفي ادب، يعني في احترام وفي ساتر. الباشمهندس واقف في الكرافون بتاع اللي هو البيبي في الشارع بيمون. ده عمل وطن يا باشمهندس، انا بحييك عليه والله. بتزعلوا وتستفزونا لما نعمل رياكت عليك وترجع تزعلوا مننا. Are you okay? Are you okay? You okay guys? What you doing here? قال له اتكلم يا جلال، قال له ار يو كي جايز. ده تقريبا كده ده اللي بيكلمهم. قال له ار يو كي جايز، وفكر ان جلال دلعه جايز. كيف تحموا حالكم في حال صار انفجار نووي؟ أول شي بتجيبوا بشكير لونه أبيض ويكون بهذا الحجم تقريبا، بعدين بتطولوا البشكير لحتى يصير بهذا الشكل، بعدين بنجيب ليمون معصور وبنحط كمية صغيرة فوق البشكير، بعدين بنجيب ملح الليمون وبنرش رشات خفيفة فوق البشكير، بعدين بنجيب كزبرة ناعمة وكمان بنحط رشات خفيفة فوق يا باشا كزبرة وليمون وفوطة ايه؟ انا على ما اجهز المكونات دي هيكون لحم وشي بقى في الارض. انت بتعمل ايه يعني؟ ولا انت قصدك ان احنا نخنق نفسنا بيها، نموت نفسنا قبل ما ياكلنا النووي؟ انتوا يا جدعان انتوا في ايه يا جماعه؟ وليه بتفولوا علينا؟ ليه نضرب نووي؟ هو كده شكله هينضرب بسبب الفيديوهات ده، هيتضرب فينا. ما شاء الله الله اكبر. عرسان شكلهم جميل كيوت، العريس شكله مهذب، العروسه نقاب واحتشام للاخر، يعني حاجه جميله ومثال مشرف جدا لاي حد. مظبوطه زي الفل. كانت واصعه عاملها بدبوس. لا طلعت شويه كده. ايه يا حبيبتي مالك؟ طب قولي بالك. طب ما انا متنيله واقفه جنبي. والله البيبونه واسعه. هو في ايه يا نادر؟ طب ما انا موجوده جنبك. حصل في ايه؟ ولا حصل بلانيلا يا سيد بابا. يا ابني يا عم. نادر الصوت ده صوت نادر ولا صوت مين؟ عشان مش شايفين. نادر ده انت ليلتك سودا. يا نهار اسود، ده انت هتقضي الدخله شعلقه في السقف وبالخرزان. شفتي؟ عشان تعرفي بس ان احنا بنفهم برضو وبنعرف نعمل حاجات واجواء رومانسيه وبنحضر الفطار بشكل الفطار يعني عايم ولا مش عايم؟ ده فطار عائم اهو. يعني انت عايزه احمدي ربنا ليه البصه دي؟ طيب انا مش قادر افهم يعني. احمدي ربنا تمام جدا. شويه ان شاء الله اجيب لك الشاي على درون باذن الله. خش في وشك. طب لو لسه ما حجزتش رحلتك للعيد، النهارده عندنا طياره جولف ستريم جي 700. دي احدث طراز جه الى الان من جولف ستريم، داخل الخدمه في سنه 2024. بتيجي معايا. العيد عدى الحمد لله مبدئيا، ولا انت قصدك على العيد الكبير او العيد الصغير؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله انا ما حضرتش الجولف سوبركس ستريم اللي انت قلت عليها دلوقتي دي، ان انا احجز رحلتي في العيد بالطياره ب 16 كرسي. في عندي سرير رئيسي وفي عندي 7 كراسي بيتقلبوا معايا للسرير. الطياره طبعا بتقدر انها تطير 7700 ميل
من غير ما تقف، يعني تقريبا احنا بنتكلم من دبي للندن من غير ما تقف. والله من دبي لندن من غير ما تقف؟ لا انا بداتها ممكن ابقى ارجع افكر في الموضوع. لا يعني حلو برضو من دبي لندن، يعني بس الواحد برضو ممكن يكون مستعجل ولا حاجه، مش وراه مشوار اي حاجه يعني. بس اروح دبي ازاي بقى؟ طبعا هذا انا، هذا ابوي وهذا انا، خاتم ابوي وراس ابوي وكرش ابوي ورجول ابوي ويدين ابوي، الله يخلي لي اياك. قل امين. اللي حصل في الاخر ده من قوه بر الوالدين لا حسبوه. تعرف نجيب سويرس؟ عارفه. لو قابلت نجيب سويرس في الحقيقه هتقول له ايه؟ هقول له اديني مليون جنيه لله بس. بحبك يعني، وبحب مسلسلات والكلام ده. بتحبوا مسلسلاته؟ طبعا اكيد، الملياردير الفشيخ دي احسن سلسله مسلسلات بحبها له. اخر مسلسل كان في رمضان حلو. اسمه ايه المسلسل ده؟ لا مش فاكره والله. اللي هو الذئاب. الذئاب. ايوه الذئاب دوت. ايه اكتر مشهد عجبك في مسلسل الذئاب بتاع نجيب سويرس؟ لما خد الطلقه ومات اكيد. فاكر المشهد دوت؟ انا دمعت. انا طبعا طبعا ما ينفعش تقول ما اعرفش، امال ايه؟ انت دمعت في الحته اللي خد الطلقه فيها نجيب سويرس صح؟ يعني هم عن جد لو ضربوا نووي ممكن يأثر على البشرة؟ يا عمري يا حبيبتي لا تخافي، انت مش بتحطي السن بلوك تبعك بتسوي سكين كير، ما بيأثر ان شاء الله. بس خلاص اهم حاجه ان السكين كير، وحطي بس واقي الشمس وان شاء الله ما فيش نووي هيأثر في جتتك، لان مش هيبقى عندك وش من اصله. تمام هيبقى ان شاء الله. بيعمل سكين كير للعظم بقى. ومن احد المطاعم المصريه نحب نتعرف حضرتك. عمر الفياض. عمر، هو انت جاي مصر سياحه ولا جاي تقضي رمضان؟ لا والله انا جاي سياحه كده، جاي نقعد هنا في مصر. ده ايه مين ده صعيدي؟ نقعد هنا في مصر صعيدي. حضرتك منين؟ من الخليج. ده الراجل اللي جنبه فاعه نظره. انت فين من الخليج؟ انهي خليج ده بالظبط؟ اكيد الخليج كوميدي مش الخليج اللي بره. طب وايه يعني اللي خلاك تختار مصر؟ والله مصر انا هربان من الحرب، انا هربان من الحرب يا زلمه. هربان من الحرب يا زلمه؟ ايه انت كده بتوجب معانا؟ هربان من الحرب يا زلمه ايه؟ يعني زلمه دي اللي هتثبت لي انك خليجي يعني؟ طب خلي بالك زلمه دي بقى مش في الخليج اصلا، دي في لبنان وسوريا يا عبيط. بيقولوا هناك رجال يا رجال مش يا زلمه. زلمه دي في سوريا في الشام، يعني تقول له يا زلمي كمان مش زلمه. زلمه دي اكيد زلمه الفيل يقصد، مش زلمه. ايران شغاله تلويش، فانا اخترت البلد الامان في العالم هي مصر. مصر البلد اللي ذكرت في القرآن بلد الأمن والأمان، وعلى رأي المثل المصري اللي ياكل فول وطعمية أحلى من اللي عنده قواعد أمريكية. يا عم بس بقى، بس فضحتونا يا ولاد الغبية. وبس وصلنا لاخر الفيديو. لو وصلتوا معايا لحد هنا خليني اقول لكم ان انا بحبكم جدا. لو لسه ما حطيتش لايك حط لايك، لو ما اشتركش في القناه اشترك في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معاكم وسام، سلام.